الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في موعد جديد، لقاء جديد وعدد جديد مع قنوات التلفزيون الجزائري مع برنامجكم برنامج شبان بلادي. اليوم حبيت نبدا كاميرا مان مي فريمون ما فيهاش باسكو الحاله راهي ثقيله بزاف وصعيبه بزاف. نعاود نولي بلاصتي مي قبل نخلوكم تكتشفوا شكون هما ضيافنا اليوم لي جون اللي راهم حاضرين في شبان بلادي مع هاد الصور. البدايه كانت من مدينه بجايه. عائشه لا ما تقدريش بس خليني نقول لك عندك بعبع ملي كتجيبي دايره تزوجي راجلك ما يخليكش تغني دونك ما تغنيش. احنا بلادنا جنه. 31 ديسمبر تجوزتو في بجايه الغيفيو. وليتي تطلع انا والله غير واقيلا جيت افيك 5 بيرسون في الطياره. العمل هذا لو كان انا اللي كي حبيته على بها خدمته. بيسكو انا لو كان ما حبيتوش ولا نقدر نخير بالك دومان واحد اخر. لازم تبدا دير برومي با، دير بروميير كيما نقولوا، ومن بعد دوزيام تروازيام هذوك يجوا بالعقل. المهم دير برومي با. تضحيات جسامة قدمها الشعب الجزائري في سبيل الحرية والاستقلال. لقد تعددت أشكال وأساليب الكفاح ضد المستعمر، ومن بين آليات هذا الكفاح المظاهرات. مظاهرات 11 ديسمبر 60 و900 وألف تعد منعرجا حاسما في مسار الثورة التحريرية الجزائرية لتمكنها من إجهاض مخططات شارل دوغول الرامية إلى الإبقاء على الجزائر فرنسية. فكانت إرادة الشعب أقوى في إثبات الهوية وأن الجزائر جزائرية. مظاهرات بلغ مداها العديد من جهات الوطن، شهداء وجرحى بالمئات ومعتقلين من مختلف الفئات. مظاهرات أثبت من خلالها الشعب الجزائري أن هذه الثورة هي ثورة شعب مسالم يأبى العبودية والاحتلال، ويؤكد تلاحمه مع قيادته الثورية. ساهمت هذه المظاهرات في تفعيل وتحريك القضية الجزائرية في المحافل الدولية. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا وطني، أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا. نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا. والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا. من أجلك يا وطني، جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا. قال في البدء كرامة
شكرا يعطيك الصحة ياسمين بالقاسم الضيفة ديالنا والفنانة ديالنا اللي حاضرة معنا في هذه الأمسية، بالإضافة إلى الضياف اللي كنتوا كشفتوهم وديكوفريتوهم أيضا من خلال بداية البرنامج مع الصور اللي كنا قدمناهم. أعطونا تحية كبيرة أيضا باش نستقبلوا في هذه الأمسية نجمات عيشة اللي هي لاعبة المنتخب الوطني ونادي المجمع الرياضي البترولي للكرة الطائرة. عائشة مساء الخير، مرحبا بك. واش راكي صافا لاباس؟ لاباس. شكرا ايضا لقبولك الدعوه. مزمات عائشة اللي نذكروا هي لاعبة المنتخب الوطني الجزائري اللي هي الكرة الطائرة، بطلة افريقيا مع المنتخب ومع نادي المجمع الرياضي البترولي ايضا للكرة الطائرة. هاد النقاط كاع حنا غادي نوليو باش نتكلموا عليهم معك عائشة. معنا ايضا بالاضافه الى عائشة موسى مداغ اللي حيكون حاضر معنا، بالاضافه الى جودي عبد الرحمن اللي هو حاضر معنا في هذه الامسيات. عبد الرحمن مساء الخير. واش راك عبد الرحمن؟ باغي الحمد لله. لاباس؟ بارك الله فيك. الحمد لله. عبد الرحمن ذكر بلي هو من بين المسيرين في مؤسسه مختصه في دراسه انجاز المعدات والعتاد الفلاحي. المؤسسه هذه اللي كان كرياها الوالد ديالو عن طريق لونساج في سنه 2002. عبد الرحمن اللي هو من مواليد 1991 كي كريا الوالد ديالو المؤسسه كان في عمره 10 سنين هكذاك، ولكن قدر يبدا مع المؤسسه يقرا ويخدم ايضا في نفس المؤسسه. بالاضافه الى عبد الرحمن عندنا ياسمين بالقاسم اللي كانت قدمت لنا الاغنيه تاع من اجلك عيش يا وطني. ياسمين مساء الخير ومرحبا بك. الله يسلمك. عايشك ميرسي بوغ لانفيتاسيون. الحمد لله مرحبا بك. نعاود نولي عند قبل ما نولي عند عائشه نرحب ايضا ببلال الغزال وبتشيتشي حاضرين معنا كما كل عشيه. السلام بلال. صافا بلال. السلام عليكم يوسف، مرحبا بضيوفنا الكرام ومشاهدينا الكرام ثاني. واش رايك بتشيتشي في الضياف تاعنا اليوم؟ شادين العيد خنوسه ليكم. مرحبا بكم ايضا. نعاود نولي عند عائشه. عائشه مزمات لاعبه المنتخب الوطني للكره الطائره، 26 سنه فقط، ديجا بطله افريقيا مع المنتخب، بطله افريقيا ايضا في البطوله الافريقيه مع النادي، بالاضافه الى عده القاب فرديه من بينها احسن لاعبه في المنصب ديالك في 2016 في البطوله العربيه اللي كانت في مصر. اللي يسمع يقول لك هادو كاع في 26 سنه فقط، يعني الله يبارك، يعني مسيره كبيره. البدايه كانت من مدينه بجايه عائشه. عايشه يكوتنا عايشه خلينا نعرف، خلينا نعرف الناس هكذا. هاك حشمتها نقصر. عائشه البدايه كما قلنا كانت من مدينه بجايه، من ناصيريه، فريق ناصيريه بجايه، الفريق المعروف في الكره الطائره. مادام انك انت ابنه مدينه بجايه ايضا. وي انا يعني بجايه والفولي كاع معروف اللي في بجايه، سي اون ايكول دو فولي. مي انا بديت بيان سور مع القرايه تو سيتي با ايفيدون، مي الحمد لله شغل جي بو فار واش كنت حابه اكزاكتومون. نشد في سبور، نشد هكذا، تجري على لي بروف باش يعاود لك ليكزامان، باش تقدر تسيباري بين القرايه. سي تري ديفيسيل باسكو ان فيت سي ان ساكريفيس، تضحيات. فوالا باسكو كاين دي ديبلاسمون، كاين دي ستاج، ما كي تولي من لي ستاج شغل سي با ايفيدون تبدا تجري باش تجيب جوستيفيكاتيف، تحوس على لي بروف على الاخر. اي لو بلو غران ساكريفيس سي دو ليسي سا فامي وي وتجي لهنا تبعدي على مدينه بجايه. نذكروا بلي قبل ما تبعدي على بجايه وتجي الجزائر العاصمه في نادي المجمع البترولي كنت رحتي لفرنسا دابور. كانت عندك تجربه احترافيه في فرنسا. وي جو بارتي على لاج دو 20 كنت صغيره يعني. اكزاكتومون. جو فولي تونتي ليكسبيريونس. بابا قال لي الله يسهل. طريق سلامه. طريق سلامه. كانت فيها فايده ليكسبيريونس سانسيرمون. والله غير سيتي اغريابل، شغل سا شونج، سيتي اون اكسبيريونس كو جو نوبليغي جامي. Pour des raisons perso, je suis rentrée en Algérie, j'ai directement le Mouloudia. مي الحمد لله شغل لقيتي راحتك في المجمع البترولي. وي وهنايا مي سافا كيما يقول شغل هنايا الحمد لله راني قريبه للدار بارابور كي كنت في فرنسا. مغربه بزاف شويه كوميم باسكو رانا نونترينيو صباح وعشيه، شغل يا با ويكاند هكذايا وين نقدر نروح لبجايه كوميم شويه بعيده. دونك مي الحمد لله ديجا الفات كو رانا في الجزائر شغل راني هنايا سي ديجا في البلاد ديجا سي ديجا مليحه. صا رومون شويه الموغال. عائشه مزمات مازال حاضره معنا في هذه العشيه، حنتكلموا على المشوار الرياضي ديالك، على التضحيات الرياضيه خاصه اللي كنتي تكلمت عليهم. حبيت نولي عند ياسمين بالقاسم، نعاود نرحب بها من دار وجديد. ياسمين قبل ما نتكلموا على المسيره ديالك ولا على الاختيار ديالك للجانب تاع الفن باسكو انت كملتي القرايه ديالك، حبيت نعاود نبدا لك من لا شونسون تاع من اجلك عشنا يا وطني، كنا تبعناها. وعلاش هاد لا ريبريز وعلاش هذه هي لا شونسون الاولى اللي حبيتي تبداي بها لا كارير ديالك، المسيره الفنيه ديالك؟ بون ديجا هاد النشيد
هذا النشيد ديجا كامل يعرفوه وكامل حبوه وبخاسك، وانا ديجا سبيسيالمون هذا النشيد بزاف نحبوه زعما خير من كاع الاخرين. نقدر نقولوا بلي سان كو دو كور بور توا. فوالا شغل باسكو فيه بزاف كلمات معبره. ناهيك عن انه كتبوا شاعر جزائري، شاعر الكبير عمر البرناوي، ولحنوا ثاني موسيقار جزائري شريف قرطبي الله يرحمهم. بون بالك هذا لو سول نشيد اللي كتبوا جزائري ولحنوا جزائري. تعاود بزاف هذا النشيد، داروا دي فيرسيون بزاف منه، حبيت نعاودو اما فاسون بطريقه يعني جديده وعصريه وجون ايضا. وبوكو بليس حبيت نوري فيه واحد الكوتي ما وراوهش من قبل، اللي هو جونغ دائما مؤلفين كيعاودوه. بون نشيد هو جاي شويه حماس، وانا شفت فيه جانب كوتي في الكلمات ينجم يكون احنا دوكا ما راناش في وقت حرب وشغل ثوره يعني ماشي كما الوقت اللي تكتب فيه كما الوقت اللي عاودتيه فيه انت، عاودتيه على حساب الوقت اللي رانا فيه. هو ما تكتبش في وقت الثوره على كل ولكن في وقت البناء تكتب. فوالا شغل بوكو بليس كانوا يشوفوه حماسي بزاف وهكا. انا حبيت نعطيه جانب واحد اخر، نضوي على الجانب الاخر اللي فيه. حتى كيسمعوا ايضا بصوت نسوي تبدل شويه. فوالا وجات لوكازيون تاع 1 نوفمبر قلت علاش لا. يعطيك الصحة. أنا نولي لك أيضا ياسمين بالقاسم. جودي عبد الرحمن جودي اللي حاضر معنا قبيله كي قلت من مواليد 1991 دار لي هكذا 90 نقصت لك عام معليش هيا زدت لك عام بليتو. عبد الرحمن جودي 25 سنة فقط، ديجا راك منذ سنوات راك مسير في المؤسسة المختصة في دراسة وإنجاز المعدات الصناعية والعتاد الفلاحي تاع الوالد ديالك. المؤسسة هذه كانت من بين المؤسسات الأولين للتكرية وفي إطار لونساج في سنة 2002 ديجا. يعني لما تكريت هذه المؤسسة أنت كان في عمرك شحال 10 سنوات هكذاك؟ 10 سنوات يعني كنت صغير، كنت دراري كما نقولوا حنا. انا كان عندي 10 سنين. أنت في عمرك واحد 100 سنة أنت؟ 10 سنين. أنت في عمرك 10 سنين. الحين يكبر. صغير الحين يكبر تعرف. صح صغير مع عينك كبار. تعرف. عبد الرحمن دونك البداية تاعك أنت البداية تاع المؤسسة كانت في 2002. أنت بديت مع المؤسسة في سنة 2012 هكذاك. ملي كنت في طور الثانوي. في طور الثانوي يعني هكذاك 2012 2013 من الثانويه بديت مع المؤسسه. ولكن الحاجه اللي مليحه فيك ما حبستش القرايه تاعك، مازال تمارس عندك دراسات عليا ومن في المؤسسه. اولا نشكركم على الاستضافه. مرحبا. مؤسسه جودي ميطال تاسست سنه 2002 عن طريق الوالد تاعي. هي مؤسسه مصغره مختصه في دراسه وانجاز المعدات الصناعيه والعتاد الفلاحي. يعني مادام الحضور تاعك راهو في المؤسسه مازالك حاضر في المؤسسه، ولكن حاضر ايضا في الميدان تاع الدراسه. راك دوكا في الماستر، راك دير ماستر في ميدان المحاسبه والماليه. يعني انت العكس تاع الشباب، لقيت الخدمه ديجا صحيح وراك تكمل القرايه، ماشي كما الناس اللي يكملوا القرايه وبداو يحوسوا على الخدمه. هذا الشيء واش زاد لك في المسيره ديالك؟ في المسيره ديالي تما زاد عطاني بزاف لي فور باش نكمل في الدومين هذا اللي راني فيه مع بابا. فهمتني. والقرايه ديالي هذه ما راهيش حتى تخليني نحبس. ما حبش يعني ماشي الشيء اللي يمنعك باش تحبس القرايه ولا بارك الله فيك. عندك خدمه. لا العكس، باسكو عندك خدمه تزيد تقرا باش تنمي اكثر الكفاءات ديالك. بارك الله فيك. تري بيان. نعاود نولي لك عيشه. البدايه كما قلنا كانت في ناصريه بجايه، تجربه احترافيه في فرنسا، العوده الى الجزائر من بوابه المجمع الرياضي البترولي. هذا الشيء كامل لحد الان عمرك 26 سنه، يعني نقدروا نقولوا بلي المسار الرياضي تاعك مازال طويل الله يبارك. حكينا ايضا على ابرز الالقاب اللي كنتي نلتيهم سواء مع الانديه ولا مع المنتخب. ما تشوفش باللي بالنسبه للرياضي مهم بزاف لما يبدا صغير، باسكو في العمر ديالك دوكا عندك نضج احترافي ولا نضج رياضي كبير ديجا، راكي عشتي كاع لي زيفينمون كبار، بطوله عالميه في كره الطائره، بطوله افريقيه، بطوله عربيه، بلا ما نساو المنافسات المحليه. بون وي لازم تبدا نص. بجيتي انت كاويرو هي ما تعرفش تهضر. خلينا الضياف تاعنا دوكا سي بون صاي دوكا نخرجوك بجيتي خليها تهضر. والله غير نهضر كاويرو. هيا خلاص هضري. الوغ خلاص هيا خلاص اسمع سي بون. خلاص والله غنزيد نعاود. قلت لك ما تقعدش قدامي. خلاص والله نزيد سمحي لي. هيا ارقد خلاص هيا.
الوغ لازم تبدا يعني سي فغي لازم تبدا من الصغر باش تلحق ان سيغتان نيفو باسكو حنا كما قلت لك في البدايه تالمون سيتي اون ايكول دو فولي دوكو كانوا يجيو لمسيد البريمير اي تو باش يجبدوك باش تروح دير باش غادي يقول لك اروح تشوف تسيي اذا يعجبك مي فينالمون سيتي سا سيتي شغل بون يعني ما كانش يعجبني بزاف كنت نقول بالون تضرب اي تو او ديبي نو شفيت كي اليوم درتيه برك انت بنت بكري بكري فوالا باسكو يافي مي كوبين كاع راحوا هكذايا غنكملوا القرايه نروحوا اي تو مي من بعد سيتي اوتر شوز جي ديكوفير سيتي ان جو ديشيك شغل ماشي سبور تاع راسك ثالث فوالا لازم تخمم في راسك برك ماشي ديريكتومون نضرب اكزاكتومون. Après, j'avais la. Il y avait. C'était un sport, mais je suis bzaf contact, ce qui était bien. Un sport beaucoup plus filles. Et en même temps, parce que c'était des compétitions intenses. ما نقدرش نفهمك peut-être bien كيفاش نعبر لك exactement. لازم تعيش la situation وين تقول c'est en soi. أنا كي بديت mon premier match كاع. C'était un sport collectif. C'était une deuxième famille. Moi, personnellement, c'est une famille. C'est ma famille. نتلاقاو كيف مصباح تاع العشيه. مام برا سبور تلاقاو بالك جيماجين. اكزاكتومون مام برا سبور ميم من داك نروحوا للدار كذا نديروا عشاء كاع كيف شغل. اون في اون كوميونيتي. فوالا. كاين امبيونس فاميليال اللي تعاون بزاف في الرياضه الامبيونس فاميليال هذيك. Oui, تعاون. Parce qu'il faut une certaine confiance. C'est comme la famille. Il faut une certaine confiance. وين هادي تكل على هادي شويه شغل. C'est ça le sport collectif. لازم ماشي هذيك انت تبري راسك انا نتبر راسي نو باسكو كي تربح اكزاكتومون باسكو كي تربح ماشي يقول له هاد بنادم ربح يقول له هاد ليكيب ربحت فريق ربح فوالا سي تري امبورطون لا سيليكسيون الاولى مع المنتخب الوطني كانت اون كاديت وي سي اون كاديت فوالا سي اون كاديت واش يعني لك واش يعني اللاعبه هكذا ولا اون جون في الالتحاق بالمنتخب الوطني هكذا وانت صغيره سمعتي بلا كي راح ليكيب ناسيونال لا بروميير فوا قالوا طحيت دفاع الوطن تو سيتي كل يوم نبقى سامان لا شار دو بول هكذاك اللي تخرج مي سيتي كيما قلت لك شغل نيفو الخساره شغل هذيك تاع لازم نجيب بلاصتي دي ان لازم نكون في لي 18 لازم نكون في لي 20 لازم نكون في لي 18 لازم نكون في لي 14 صح En plus de ça, moi, je suis ولي ان ديفي تحدي لك. Voilà, c'est carrément un défi parce que تقول c'est pas possible parce que franchement واحد ما يكذب كي تكون في المنتخب الوطني شغل كي تغني هكذا كنت تسيي ديفوندي لي كولور فوالا لي كولور تاع البي اي تو كيما صارت في الفوت اون يجيب شغل تحس هذيك الحراره هذيك اللي لازم فوالا تحيي كاع لا فيمينيتي تحيي كاع لا فيمينيتي ريزومي بيتيتي فوالا اكزاكتومون مقلق هو راك تعرف شادي الجيريا راك تعرف شادي الجيريا يعطيك صحة يا ياسمين نعاودوا اللي عندي ياسمين بالقاسم يعطيك صحة عايشة ياسمين ما قدرتش تشد روحها خلاص قتلها بيتيتي ياسمين قتلها بيتيتي اليوم قتلها كنت حندومونديرها تغنينا ما كنعرفش ندومونديرها تغني شردي لنا شرط خلاص خليها خلاص خلينا هذوك الناس بيتيتي سي بون خلاص اليوم راك هايج زيادة على اللزوم اليوم ها ما راكش مليح ياسمين نعاود ياسمين نعاود نولي لك انت كونتريرمون بالك على الناس اللي كنا الفنانين كنا عرفناهم وعرضناهم من قبل انت حتى كملتي المسار الدراسي تاعك باش ديسيديتي تبداي الغناء والموسيقى يعني عندك عامين برك من اللي بديتي في الميدان الفني والميدان الموسيقي الدراسه ديالك كانوا بسيكولوجي يعني في الميدان النفسي بوكو بلوس وعلم النفس ايضا نقدروا نقولوا باللي علم النفس هو اللي يدفعك للموسيقى ولا ما عندهاش علاقه؟ نو ما عندهاش علاقه. باسكو الموسيقى دي فوا يعالجوا بها في علم النفس ها؟ ما عندهاش علاقه بالك بوكو بلوس عاوني باش نقنع مي بارون كيفاش؟ باش نقنعهم باسكو كانوا كونتر بون في الديبي كاع كانوا كونتر قال لك الموسيقى لا نو قال لك نو ما تدخليش للدومين هذا كيفاش ومن بعد هما اللي بوساوك بوكو بلوس باش حتى تكملي القرايه ديالك باش تدخلي لهذا الدومين نو انا كملت ديجا انا بون كي كنت صغيره ديجا كنت ندير لا ميوزيك بعد قال لك تنساي سي بون ما كانش موسيقى شغل
كملي قرايه من بعد ساهل، من بعد روحي تخدمي ومن بعد تزوجي كيما كاع الناس. مورا تجيبي دراري وتتزوجي بعد تقدري ما- تغني. لا لا ما تقدريش باسكو علاش نقول لك عندك بعد ملي كتجيبي دراري تزوجي راجلك ما يخليكش تغني. دونك ما تغنيش كاع. نخليها مرة. دخلك انت يا فلوس. اوه هاي خلاص. خلاص مالا نزوج بيتيتي. انا لدالي شاني نهضر. انت يا اخي جاكلين انت يا جاكلين. لا بنت بلادي. ها زيد بنت بلادي. بنت بلادي دوكا. ما عرفتها. الو ياسمين ماذا حكي لنا على لي بارون ومن بعد كي غنيتي كيفاش كان الريزولتا من عند لي بارون؟ كيفاش قلت لك من بعد- كيفاش استقبلوا دونك كي كملت من بعد خدمت في زعما هذيك تاع الخدمه تاع من 8 ل 5، من بعد انا مشيت تاع من 8 ل 5. كيفاش؟ انا ماشي كاع هكاك. ومن بعد قلت لهم بون فوالا راني حابه نولي لا ميوزيك، ما باش كيفاش هكا جاتني في راسي قنعتيهم. حبيت نولي. بون قال لك لا كيفاش ومنا في الديبي كان صعيبه. ومن بعد ديسيدي دخلت كونسيرفاتوار دالجي، قريت بيانو اندلس، بون كملت. ومن بعد بالعقل قلت لهم لا جوست نتعلم بيانو. يلا كلامك. ومن بعد كي هذا ما غنيتي عندهم كان. دي مورسو هكذا بريفيريو يسمعوهم هكذا باغ اكزومبل. واش يحبوا أنا يسمعوك نضل- تغنيهم سانسيرمون؟ نو هما بابا لا علاقه ديجا. ويماك؟ بون انا نضل نغني في الدار، سما ما كاينش هيا عفسه. معليش تلعبي لنا مورسو من لي مورسو ما تلعبيهم في الدار، غني لنا مورسو كابيلا. غني له هذيك اللي نارسه تغنيها في الكوزينه. في الكوزينه. الكوزينه نارسه تغني ما تدخلش في الكوزينه هي ما تدخلش الكوزينه. علاش ما ندخلش كوزينه؟ عندك الميكروفون ما تغنيش في الكوزينه ما تغنيش. ما تغنيش في والله غير الكوزينه. جوستومون نغني بزاف في الكوزينه. هاي عطينا مورسو اللي تغنيه في الكوزينه هيا، معايا. أوكي. فوالا يعطيك الصحه بيتيتي. دوكا هاد لي زانفورماسيون منك تجيب فيهم. انا ندخلش على بالو شبيك تحكي حبيت كيفاش تزوج بالعربي بيا وشوش ما تلعب عرفاش صاحبي هاد الحكايه. روحك شريكي على بالي شاني ندير. سيدي هاي خلاص هاي. خلاص مشيتي. هاي خلاص. هيا ياسمين عليك الميكرو قدامك. او شويه خرنا واش نفواش. خلاص بيتيتي خليني نغني. خلاص ديزولي نادان. اوكي بيسو. عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغل لطيفه. عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغل لطيفه. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى أشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه. لقينا رحنا على بحر شوق، نزلنا نشرب ودوبنا فيه. ومين يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا عمري كله. في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. برافو عليك. يوم وليله للمرحومه ورده الجزائريه. يعطيك الصحه ياسمين. واش بيك؟ اش بيك بيتيتي؟ نوض مشيتي نوض خلاص انت اه بديت. اليوم راني شايفه بها تخلص مال اليوم. اليوم راني شايفه لازم نخرجوها ياسمين. لازم تخرج. علاش تحوزني بيتيتي وعلاش؟ انا غيري. والله يحوزوني الرجال كاع. يعطيك الصحه ياسمين. ياسمين الله بالقاسم. يسلمك، يعيش ليكسبيريونس تاع دراسه الموسيقى، مور الدراسات ديالك ما حبيتيش ديري موسيقى هكذا برك كهوايه، ولكن حبيتي تكوني قبل في الموسيقى. فوالا بالك شوف قريت انا بصح الحاجه اللي استمتعت بها وانا نقرا فيها هي الموسيقى، باسكو لقيت روحي فيها. جوستومون حبيت او ما تكون عندي اون باز صغيره باش ندخل فريمون لهذا الدومين، باسكو انا كنت بون مازالني هاويه مي بون
صح هما الواحد يكون عنده اينيدي على الحاجه اللي راه يدير فيها باش ما يفيتي يقصر الطريق شويه يحرق لي باش زيتاب. تصويري لا كارير تاعك بالك باش تصويري ايضا واش راكي ديري حاجه مهمه بزاف. كاينه هذه النقطه مهمه بزاف باسكو انا واحد درت كونسيرفاتوار قريت في كونسيرفاتوار دالجي. لازم يكون عندك ان باجاج ميم الموهبه وحده ما تكفيش ما تكفيش لازم تدخل تقرا وفي كاع لي دومين كاع لي دومين لازم يكون عندك ان باجاج ماغري كو تكون موهوب مي بصح لازم تزيد لا فورماسيون باش تزيد تطور الموهبه تاعك. التكوين مهم بالك مام عيشه توافقنا الراي مام في الرياضه. التكوين على المستوى العالي عنده اهميه كبيره بالك انت الاكسبيرونس اللي عشتيها في فرنسا عاونتك بزاف في لا كارير تاعك. وي باسكو كي تروح لفرنسا بون سي با الميم نيفو شغل تماك تاني باش تروح لتماك فوالا شغل تجي تونتريني راك اتليت كونديسيون لازم تونتريني دي بتي جون ومن بعديك لازم تكوني اتليت او ميم طون راكي مدربه تاع لي جون صغار تاع دي زونفون يزافي 3 5 ans هكذاك. ومن بعد شغل مي سيتي كما يقولوا شغل سيتي ان بو ديليكا كون ميم كوم انترينمون اي تو باسكو ماشي كاع كيف تماك في الجزائر ما تونطريني وتروحي للدار تما تونطريني وزيد يخدموك تماك تونطريني تسبورتيوك مليح تونطريني هذوك صغار ولا تونطريني هذوك صغار وتروح لونطريمون تما تولي هكذا في راسك ما كان لا مشاكل شخصيه لا ولا ديال سبري عقلتك تولي للجزائر فنيانه انت يا عيشه كل بيان نو مي عندها اهميه سي فغي عندها بلوس مدته لك في حياتك سيغمون. وي سي سور باسكو موا بيرسونيلمون ديجا راني انترينور هنايا j'ai mon diplôme et tout شغل oui par le comité olympique par la fédération internationale تاع الفولي qui se trouve en Suisse. Donc حنايا شغل pour les athlètes d'élite pour les athlètes d'élite شغل درنا la formation enfin قرينا pour être entraîneur شغل تري بيان ديريكتومون تري بيان. نروحوا نتبعوا هذا لوبور اللي كنوجدوا زميلنا رفيق التودفت على مزمت عائشه 26 سنه لاعبه المنتخب الوطني الجزائري للكره الطائره والمجمع الرياضي البترولي بطله افريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري وبطله افريقيا للانديه مع المجمع الرياضي البترولي. ترعرعت في نادي ناصرية بجاية منذ 2002 ولعبت جميع الأصناف إلى الكبريات ونالت معهم عدة ألقاب وبطولات محلية. تقمصت ألوان المنتخب الوطني لكرة الطائرة في مختلف الأصناف إلى غاية 2009 السنة التي توجت فيها مع المنتخب الوطني بالتاج الإفريقي مع المدرب مولود خجي. ثم عاشت أحسن ذكرياتها مع المنتخب الوطني من خلال المشاركة في تصفية كأس العالم 2010 والمشاركة في كأس العالم باليابان 2011 ثم تصفية الألعاب الأولمبية بالبوليدة عام 2012 كما شاركت في أكبر الجوائز الكبرى للكرة الطائرة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة. انتقلت عائشة مزماط إلى المجمع البترولي في 2014 تأقلمت مع الفتيات واندمجت بسرعة وفي منصبها كلاعبة جدار صاد تمتلك عائشة إمكانيات كبيرة كطول القامة وقدرة الارتقاء إلى أكثر من 3 أمتار كما تمتلك دقة الملاحظة والحس في الأداء. نالت مع المجمع لقب إفريقي واختيرت كأحسن لاعبة جدار صد إفريقيا وتبقى عائشة مزماط من أحسن لاعبات جدار صد في الجزائر وفي إفريقيا رغم اعتزالها المنتخب الوطني وهي لا تزال في أوج العطاء. عائشه سانسيرمون في المحطات اللي جيت عليهم كامل جوسكا ماتنو مع المنتخب ولا مع لو كلوب وشنو هي المحطه بالك اللي عشاك فوا تفكريها تقاسي يعني المحطه اللي كانت بارزه اكثر لحد الان نعرفوا بلي المسيره تاعك مازالها طويله الله يبارك. اكزاكتومون كي لعبنا شامبيونات دافريك ديجا لعبنا في بليده في لاصال مصطفى تشاكر يافي ان بوبليك بزاف الغاشي بزاف اللي يحبوا فوالا المنتخب الوطني شغل ما كانش شكون وكاع الغاشي شغل ممكن نغنيو ليم ناسيونال. نعم ممكن نغنيو ليم ناسيونال شغل يديروا نص برك هما لا هما كاع يكملوها كاع شغل هذا الشيء تحس سي بور سا نقول كي تلعب تحس سيغتان هذيك تاع الحراره لازم نربحوا لازم تكون لازم برافو.
فوالا افيك لي فواياج تاني كيما راني نقول لك اون فواياج يكونوا بوكو كاينين دي سوفونير اشاك فوا. بزاف لي سوفونير، بزاف لي ديبلاسمون، بزاف هذيك تاع ترقد في الايروبور باسكو دار غوتار ولا بزاف. هادو كامل داخلين في لي ساكريفيس، داخلين في التضحيات. وي داخلين فريمون في لي ساكريفيس باسكو اون ا اوكين في بريفي. صح. دو موان سي ديليكا اي تري ديفيسيل. لا فامي خليناها. فوالا القرايه روح بلوكي راني راح دير هكذا راح تجري. مي سون سا شغل يا با دو في فريمون بريفي دوكا سافا شويه شغل دوكا تحسن الامور. باسكو سا وي سا سونشين باغ اكزومبل كاين شامبيونا دافريك ما كاين لي جو ميديتيرانيان ديجا راح يديروهم في وهران 2020 ما تريحوش شغل ما كانش باسكو لي فو با تحبس باسكو بروفيسيونيل هذوك دوكا كي ليترونجي كيقول لك علاش حنا ما نوصلوش باسكو حنا كاين القرايه هما بروفيسيونيل او نيفو ماشي برك خدمتهم ميم سي حنا تاني خدمتنا كيما الكلوب مع الجي اس بي خدمتنا هذيك تاع طراتي لونتيرمون تخلص بيان سور فوالا تا با جوستيفيكاتيف تخلص الميدسان ماشي طاح الميدسان هذيك تاع 5000 كيما كنا نديرها في المسيد جوستيفيي فوالا هذا ما كانش طاح الميدسان تاعهم ما كانش كيفاش مي شغل كيما نقول لك شغل سي فريمون دي ساكريفيس وين تي اوبليجي هما ما يقراوش خدمتهم يونترينيو من الصباح للعشيه داير هذا الشيء برك في حياته شغل كرابس شغل يرقدوا التم ساعه سونتر حنا نو حنا عندنا حنا ما نتكلوش انتوما عايشين حياتكم عاديين يعني هذا داخل في الاحتراف سوجي واحد اخر نقدروا نقولوا باللي مازالنا شويه بعد على الاحتراف بنسبه 100% باسكو لازم يكون كاين الاحتراف باش نقدروا نلحقوا لي ريزولطا اللي كي حبتهم. يعطيك الصحه عايشه حكيتي على لي ساكريفيس حبيت نعاود نولي عند عبد الرحمن جودي مادام حكينا على التضحيات وشنو هي بالك التضحيات اللي دارهم عبد الرحمن واللي راهو دايرهم جوسكا ماتنو بالك ما بين القرايه ديالك وما بين الشركه الخدمه مع الوالد بالك نشوف التضحيه اللي دارها هو والد تاعي هو اللي ضحى اكثر على جالي بيسك اللي لقيت عنده ثقه تما هو اللي مد لي الثقه الكامله ومد لي التعليمات اللي كان يمدهم لي هو قدرت كما نقولوا العمل جاني صعيب مع الاول باسكو كنت صغير كي بديت انا في الطور الثانوي جاني شويه صعيب العمل ابري قلت لك الثقه اللي مدها لي الوالد تاعي والتعليمات اللي كنت نخدم بهم انايا هما اللي خلاوني نعمل اكثر ونزيد ناميليوري اكثر النيفو ديالي. قدرت تسيباري بين القرايه والخدمه باش نلحق والخدمه البلاصه اللي راني لحقت فيها انا دوك. قدرت تسيباري بين لي دو قرايه خدمه؟ الحمد لله قدرت نسيباري بهم بيسك علاش انا كنت نقرا كنت تما نخدم الصباح لا جورني والقرايه عندي لو سوار. اوكي دار دي كور دو سوار يعني طري بيان نقدر تكون واحده من لي سوليسيون بالك واحده من بين الحلول ايضا. حنا نروحوا نتبعوا هذا البورتري الجودي عبد الرحمن والشركه بصفه عامه الشركه المختصه في تصميم وانجاز ايضا المعدات الصناعيه والعتاد الفلاحي. البورتري كنوجدوا زميلنا ياسين وخديجات. من بين الشركات التي استفادت من مساعدات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب المؤسسة المصغرة المختصة في تصميم وإنجاز المعدات الصناعية والعتاد الفلاحي جودي ميتال بدرقانة بالجزائر العاصمة، حيث تعرف منتوجاتهم بالجودة العالية والنوعية الرفيعة. الطاقم العامل بشركة جودي ميتال بدرقانة جلهم شباب ذو كفاءات عالية كل واحد وتخصصه. أنا نتعلم أمور ما شفناهمش ونهدفوا باش المكتسبات تاعنا نسخلوهم هنا في الشركة ونتقدموا بها. أنا فريق من الشباب يعني نتعاملوا كل لأجل سبب وهو تطوير المهنة وكما نقولوا نزيدوا نتعمقوا في الميدان. الشاب الطموح عبد الرحمن جودي يتمتع بإرادة قوية، لا يعرف المستحيل في حياته، يعتمد على المنتوج الجزائري في صناعته من المادة الأولية إلى التركيب النهائي لتطوير الإنتاج وزيادة كميته لدعم الاقتصاد الوطني. عبد الرحمن
واش يعني اللي كتخدم مع الوالد ديالك يعني في نفس الخدمه؟ بان بلي سي ان بو سي تري ديفيسيل. لا شغل معاه في الدار وفي الخدمه. اسكو هو نفس الانسان اللي في الدار وفي الخدمه يتبدل ما يتبدلش؟ لا نفس الانسان. بون انا العمل هذا لو كان انا اللي كي حبيته على بها خدمته. بيسكو انا لو كان ما حبيتوش ولا نقدر نخير بالك دومين واحد اخر. فوالا بالك نقدر نروح في دومين تاع كونطابيليتي ولا حاجه هكا. مي الدومين هذا كي حبيته، وخاصه كي جا من عند الوالد تاعي وتما اللي وقف معايا، حبيت نتبع معاه ونكمل معاه المشوار هذا. اسكو نقدر نقولوا باللي دوكا راك تقرا محاسبه وماليه، اسكو خيرت هذا الاختصاص على جال الخدمه بالك؟ على جال الخدمه وي. باش بلوطار تكون تحكم التسيير. فوالا من الناحيه الاداريه تما باش نكون انا اللي نعاون الوالد تاعي في تري بيان. بيتي راه حاكم المحاسبه والماليه، عرف واش يخير. واش لي الزون هذا واش راك تهضر فيها؟ عبد الرحمن، دونك النقطة بالك الأساسية ولا النقطة المهمة اللي نحكيو عليها هي كامل لي جون دوكا تجيهم صعيب باش يقرا ويخدم اون ميم طون، ولا باش يسيباري بين لي دو، ولا بالك يقول لك انا كي نفوت نلقى خدمة ما كان لها نكمل القراية ديالي. علاش؟ باسكو عندي الخدمة وعندي البوست وعندي الشيء اللي خلاه لي الوالد ديالي. كونتريرمون توا يعني العكس ديالك انت كاع واش درت؟ يعني الواحد لو كي يكون داير ان بوت في راسو وداير كيما نقولوا داير نقطه وحاب يلحق ليها، يعني ما كاش حاجه ولات هكا اللي تقدر تحبسو ولا تقدر ولا تبانو صعيبه ولا كبيره ولا صحيح. تري بيان. مادام حكينا على لو سوتيان فاميليال، عيشه الدعم العائلي عنده اهميه كبيره. اسكو العائله ديالك لي بارون والعائله بصفه عامه اسكو وقفوا معاك كي بديتي الفولي، ولا كي ديسيديتي باش بالك تروحي في تجربه احترافيه، ولا من باش تجي لهنا لالجي؟ اسكو كان عندهم دعم ولا قالوا لك دبري راسك؟ نو لي ديبي سيتي مون بيغ ما كانش شغل، ما كانش كاع لا سبور لا نو شغل نو. واش كنت ندير؟ كملي القرايه. كنت نروح للديبلاسمون نخلي له ورقه جو سخي ابسون في بارتي طلع ونخليه على بالي بصح كي نولي نشبع الضرب مي بون. هادو لي ديبي والله سيتي لي ديبي كيما نحكي لك. نخلي ورقه فوالا هذا ما كان. بس بعد جيماجين انفورمي بكري ما كانش تليفون. بيان سور. من بعد كي بديتي تنجحي بديتي ليكيب ناسيونال اي تو بدا وي. ومن بعد كي حتى لي داني مومون هذا باش شغل الى على بالو خلاص كحت لفرنسا قال لي واش سي بون جور تي ريسبونسابل ماجور فاكسيني شغل ابخي سي سيغتان دو كونفيونس كما يقولوا. لا كونفيونس الثقه ايضا، بالاضافه الى انه كي يشوف النجاح ديالك سيرمون يعرف بلي هاد لي ساكريفيس اللي كديريهم ماشي في باطل. وي. دونك عارف بلي كاين ريزولتا على بالو واش يدير. على بالو اكزاكتومون. نفس الشيء بالك لك انت يا ياسمين تانيت مع لي بارون، باسكو قالوا لك تكملي القرايه تاعك باش دير موسيقى. لي بارون دائما يخافوا، يقول لك بون دائما يشوفوا ولادهم يبقاو دائما صغار ما يعرفوش صلاحهم ما هيدا. مي بصح كي يشوفوا بلي كاين تقدم، كاين حاجات راهم يديروهم، كاين دي فروي، كاين ريزولتا. فوالا اكزاكتومون. بون يقول لك خلاص سي بون راهي في لا بون فوا سي بون. كاين انا كيف سي لا ميم شوز. سي لا ميم شوز. كي بديت قال لك اش راك دير انت؟ قلت له نو قبل بيتيتشي قبل لا نجي انايا كان صغير. كنت صغير. قلت له بون راني حاب ندير باسكو الحاجه اللي نديرها هي نشاور بابا هو الاول. تسمى ميم في لي سكاتش كي نكتبهم نروح ليه ميم خاطيه يعني الدومين ارتستيك. بصح هو يعطيك لي زيد يعطيك نظره. قلت له انا حندير المسرح، راني حاب ندير المسرح، راني حاب نكون كوميديان باسكو شفت بلي عندي حاجه لداخل حبيت نكسبوزيها حبيت قال لي ودي تما خطيك اللي قبلك واش داروا ما فيهاش. قال لي هما ديما يشوفوا من المستقبل تاع ولادهم. اكزاكتومون. هو ماشي ما حبنيش ندخل باسكو خاف نضيع، خاف ندخل دومين ارتستيك واعر، لازم تكون خاف ما تلقاش روحك. ما نلقاش روحي ونروح في كاش طريق ملي ما تساعدنيش وما تساعدوش. من بعد جا بيتيتشي رفدك. من بعد جا بيتيتشي كنا شي انا كان ماشي انت كيفاش بيتيتشي كيفاش تخلص عليه؟ كنا شي انا كاشو كاع. هذه هي صح. كان حاجه مام انا لو كان ما كاشني انا وما كاشو. علاش نورمال بيتيتشي ايماجيني واحد اللي دار سوكسي. ايماجيني هو بلا بيا ما يقدرش باسكو هو في الصح هو الماريونات كي يدخل الفاليزه ميت كاع. وانت تنقصر معاك وانت
ديروش عندنا نقصرنا. سي هذه صح كاينه هذه. نعاود نولي عند رابيدمون عند ياسمين. ياسمين من غير الاناشيد ولا الانشوده اللي عاودتيها هذه تاع من اجلك عشنا يا وطني، انت تميلي بزاف ايضا للجانب الشرقي المشرقي، الاغاني المشرقيه. وعلاش الاغاني المشرقيه الوغ في التكوين تاعك قريتي اندلس؟ ما عندها حتى علاقه. ما عندها حتى سانغو برك هذا ما كان. سانغو برك كل واحد واش يحب يسمع. انا نميل بزاف ولو انه الطابع الاندلسي عنده شويه ريحه المشرقي باسكو كما نعرفوا في النوع تاع الموسيقى في الاصل تاع الموسيقى ايضا. بالك ما انا جو با بلي كاين. انت في الالات واش تلعبي في الالات؟ واش تفضلي تلعبي في الاله؟ بيانو برك. بيانو. ما خممتيش تروحي شويه فيولون باسكو الاندلس؟ نو جوستومون انا تعلمت قلت لك بون حنايا في الجزائر ما عندناش مدارس زعما شرقيه ولا عندنا برك الاندلس. سما ما عندكش لو شوا لازم تروح تقرا. انت رحتي الاندلس غير باش كما نقولوا باسكو تحبي المشرقي كيما لقيتي كلاسيك سينو اندلس. كلاسيك لازم تبداه وانت صغير زعما لاج دو 7 ولا بداية صغيرة تكون صغيرة لازم تكون فوالا. تري بيان. عبد الرحمن نعاود نولي لك دوكا لي بروجي افنيغ ولا المشاريع المستقبلية، يعني في المستقبل دوكا وكيقولوا المستقبل ماشي بزاف يعني من على سنوات. عبد الرحمن واش راه حاب يدير؟ اسكو يكمل في نفس الميدان ولا يطور أكثر بالك ولا؟ مستقبل قريب. خلاص تهضر مستقبل قريب. فوالا المستقبل قريب. هيا بيتيتشي هيا في بلاصتي. انا كان جيت نديها لك ما قلتش لك ولا غير نديها لك نورمال. هي خلاص. عبد الرحمن بون انا كمسؤول تجاري داخل المؤسسه تاع الوالد تاعي انه الاهداف المستقبليه تاعنا اللي رانا حايطينها، والهدف الرئيسي الاول هو العمل على رفع المنتوج الجزائري والنهوض بالاقتصاد الوطني. التوسع في المجال الاقتصادي، في المجال الصناعي. هذه هي المشاريع. فوالا يعطيك الصحة جودي عبد الرحمن. 25 سنة مسير في المؤسسة المختصة في دراسة وإنجاز المعدات الصناعية والإعداد الفلاحي، المؤسسة اللي كان كرياها الوالد ديالو في سنة 2002. كان حاضر معنا في هذه العشية. نتمنى لكم كاع التوفيق. شكرا على الحضور ديالك. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. أيضا من بين النجاحات كي نحكيو على النجاحات تاع لي جون وتاع الشباب بصفة عامة، نحكيو على الأطفال ولا لي جون اللي راهم يدخلوا في مسابقة تحدي القراءة. تحدي القراءة نلقاو في هذه المرة بشرى ميسوم سليمان اللي احتلت المركز الخامس في هذه المسابقة اللي تعرفنا عليها أكثر زميلتنا أحلام تحششت. أسمتني أمي بشرى لأكون بشرى للعالمين، فأنا ناشطة اجتماعية وهدفي أن أغدو سطرا يكتب في تاريخ أمتي. خضت تحدي القراءة العربي في سنة صعبة خلال اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وفي نفس العام صممت على ختم كتاب الله حفظا، فنلت اللقب وختمت القرآن والتحقت بكلية الطب بفضل الله. بخطى ثابتة حطت أقدامها ممثلة الجزائر بشرى ميسوم سليمان بدبي لخوض التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي، وهذا بعد افتكاكها لقب تحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى الجزائر. هو أول سفر خارج الجزائر، وقد شاءه الله عز وجل أن يكون على هذه الأرض الطيبة المباركة، أرض الإمارات العربية المتحدة. صراحة تحدي القراءة العربي غنيمة فكرية وأدبية علمية في كل المجالات. الحمد لله جئنا للتنافس، والله يعلم أني ما أريد لقب بطل تحدي القراءة العربي تشريفا، وإنما رسالة لخدمة هذه الأمة الطيبة المباركة. جئت إلى الإمارات تحقيقا لمبدئي وتعارفوا، يعني سأتعرف على كل الدول العربية بحول الله تعالى، وسأقيم علاقات طيبة مع الكل. أريد الالتقاء بكل المفكرين، كل الأدباء، كل العلماء في دولة الإمارات العربية. افتكر وبجدارة اللقب الأول لبطل تحدي القراءة العربي محمد جلود من الجزائر باستحقاق، وها هي الجزائر شاركت مرة أخرى في المسابقة ضمن العديد من الدول. سلام الله عليكم جميعا. أنا من الناس التي تؤمن أن القراءة لا بد وأن تضع فيك شيئا جديدا، فالقراءة تصنعك.
صراحة تحدي القراءة العربي كان له أثر واضح في حياتي. أشجع الطلاب على القراءة من خلال تحدي القراءة العربي، فالقراءة تعزز فيك الثقة بالنفس، القراءة تعزز لغتك، تعزز رصيدك المعرفي، تمكنك من صناعة آراء ومواقف لم تكن لتتوصل إليها أو لتجد إليها سبيلا لولا تحدي القراءة العربي، لولا تقليبك لصفحات كتاب أو غوصك وإبحارك في عالم القراءة. القراءة تغير تفكيرك جذريا نحو فكر سليم، نحو وعي متكامل، نحو وعي يمكننا من إخراج الأمة العربية مما تقبع فيه من غياهب الضلال والفكر المتشدد. القراءة تمكنك من الوصول إلى ما ترنو إليه في حياتك. هكذا كان أداء الجزائرية بشرى في المسابقة، وبهذه الإجابة والكلمات استطاعت ممثلة الجزائر أن تحافظ على مكانة الجزائر في المسابقة، وهذا باحتلال المرتبة الخامسة. تحية كبيرة لبشرى ميسوم سليمان من الجزائر اللي كانت احتلت المرتبة الخامسة في مسابقة تحدي القراءة العربي اللي كانت في الإمارات. ما بعدوش بزاف على الإمارات، وضيفنا اللي حضر معنا هذه المرة هو جزائري اللي كان نجح أيضا في الإمارات. تحية كبيرة باش نستقبلوا موسى مداغ. موسى السلامة، مرحبا بك. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. موسى مداغ نذكركم انه هو جزائري مقيم بالامارات، اطار في ميدان الفندقه والسياحه بالامارات، بالاضافه ايضا الى انه نقدر نقولوا كاتب، هيا نسميوه كاتب اللي عنده اصدار اللي كان صنع الحدث في صالون الجزائر الدولي للكتاب مؤخرا، عنوانه دبي خير لك. دبي خير لك. تسمى تقولنا بلي دبي خير لنا كاع، صح؟ لا، ممكن هي نصيحة والدي فقط يعني. نصيحة تاع الوالد تاعك درتها كعنوان الكتاب. بارك الله فيك. شكرا. كي نقراو دبي خير لك، حنا كنا ضربنا طلع على الكتاب ودرت طلع خفيفة على الكتاب وعلى المحتوى تاعو ايضا. الطريقة الأولى اللي تجلب الانتباه تاعنا ولا الحاجة الأولى اللي تجلب الانتباه تاعنا مكتوب بالدارجة. يعني نقدر نقول بلي بالك أول كتاب مكتوب باللغة الدارجة. ما كانش بزاف. وعلاش اللغة الدارجة؟ اللغة الدارجة أولا، المهم السلام عليكم. أولا إنه صح شريكي. لا بأس. أولا لأنه من شخص بسيط، أنا إنسان لست أستاذ جامعي ولست كاتب أو ولا يعني ما عنديش الوقت أنا باش نقرأ الكتابات الكبار هذوك باش نكتب حاجة كبيرة. ثانيا موجه للفئة البسيطة من الشعب الجزائري، ليس موجه للعلماء أو للأساتذة ولا شيء. هذا الشيء خلاني لأنها تجربة شخصية، تجربة تبث الأمل في الشباب. فحبيت نعطيها للناس اللي نحن نشوف انه اغلب الشباب الجزائر يعني اللي مثلا ماشي ناجح في حياته ولا ما عندوش الوقت يروح يقرا صراحه. يعني تعطي له انت مثلا كتاب الاحلام المستغانمي ولا من نجيب محفوظ ما يقدرش يفتحه، يجيه ثقيل. انا واحد يعني انت أنا يعني انت بسطت المفهوم. بارك الله. بسطت المفهوم باش لو ميساج يجوز رابيدمون. بارك الله. ورساله تلحق بطريقه سريعه. كي نقراو الكتاب وكي نضربوا طلع الكتاب ايضا هو العنوان تاعو دبي خير لك. نعم. مي في المحتوى ماشي دبي خير لك. لا، هو نحكوا صراحة، هو الكتاب مثل ما قلت لك تجربة شخصية عن شخص تحدى الصعاب ونجح. أنا حطيت تجربة شخصية، يعني تلاقي يعني فيه مثلا كاين ديفيكولتي، كاين صعاب اللي حطيتهم هنايا. بالطبع الغربة مهما يكون الغربة، أنا أوكي دبي بلد مسلمة وبلد عربية ما نحسوش فرق كبير مقارنة بالناس اللي يروحوا لأوروبا مثلا لأمريكا، ولكن مهما يكون الغربة صعيبة ماشي سهل. الناس ممكن تتخيل إنه تروح توصل للباب يفتحوا لك الأبواب وكل شيء. يعني أنا في الكتاب كتبت التحديات اللي جلست عليهم، كتبت الصعاب أنك ماشي سهل تلقى خدمة، ماشي سهل تلقى بلاصتك مع ناس اجانب. يعني انا خدمت في الجزائر يعني مع جنسيه واحده، جزائريين فقط. انت تروح هناك تخدم، الفندق اللي نخدم فيه انا الحين فيه 43 جنسيه. يعني مش سهل انك انت تتحكم في 43 جنسيه يعني. فالصعاب اللي عديناهم والحمد لله يعني. بالطبع هذا هو تحدي الشاب الجزائري. الشاب الجزائري هو نبته طيبه، لو كان تعطي له التربه مليحه راح يزهر وراح يولي راح يعمل معجزات. حبيت نعاود نولي انا ديريكتومون عند عائشه مادام انت ثاني كنتي تجوزتي الغربه وكنتي عشتي الغربه في الرياضه تاعك ولا في الاحتراف ديالك، في التجربه ديالك الاحترافيه اللي كانت في فرنسا. الرياضي كيما تقدر الغربه تعاونه باسكو كاين كاع الامكانيات للرياضي باش ينجح، كيما تقدر تاثر عليه من الناحيه الانسانيه. والله انا سي تري ديفيسيل. شغل رحت انا حسب لي كيما قال لك شغل يا بيان راك مليح اي تو، شغل الدار وحدك الوغ كو نو
سي تري ديفيسيل، صعيب كي تكمل كدا اونترينمون تدخل على 22 على 10 تاع الليل، تخمم ديجا كي ديجا فطرت تخمم واش طيب واش لازم وحدك اكزاكتومون راك عايش وحدك. قال لك صحراء راه مضرور بالطياب هو راه مخت في الطياب. كذب عليك ماشي كل يوم برا ما كاش كاع منها هذه. تما هذيك تاع فوالا لازم نطيب ايتو تنوض الصباح عندك اون سيغتان ريسبونسابيليتي لازم ديرهم. بون مي كيما هو راح الخدمه انا تاني شو بارتي طونك سالاريي دونك خدمه ايضا شغل لا كارت ايتو شغل هذا الشيء نورمال. انا ديجا والله طلعت سبتمبر 31 ديسمبر جوزتو في بجايه الغيفيو وليتي تطلع انا والله غير واقيل جيت افيك 5 بيرسون في الطياره. انا حبط ما قدرتش والله ما قدرتش غير سيتي هذيك تاع جيت ديجا انا جيتي دون اون فيل كنت في النور اميان البرد يقتل ما بجايه اميان بك كوم سي رحت ما باليش انا جيت مونريال يفزي فخوا ما قدرتش شغل سيتي صعيبه والله غير صعيبه. توحشتي بالك لومبيونس فاميليال العائله بزاف كي دخلت والله غير حبت رجلي في ليروبور في المطار تاع بجايه بدات هذيك تاع شغل ما امن شغل الوغ كو شو بارتي من سبتمبر ديسمبر سيتي ريان 4 موا ولا و دو فيف افيك دي جون ماشي كيف العقليه ماشي كيف يا وحده تشيك اون رومان اون فرونسا شغل ماشي كاع كيف ما تعرفش كيفاش ماشي كيف عقليه ماشي نفس العادات ماشي نفس التقاليد لازم تعرف كيفاش تهضر معاهم سينو كلشي يتبدل عليك. مي الحمد لله شغل الحمد لله حنا الانسان دائما يغطي كاع الصعوبات بالنجاح ديالو في الميدان ديالو في التخصص ديالو. انت في الرياضه هو بالك في الدومين تاعو ولا يخدم فيه ايضا دونك لي ديفيكولتي في كل مره. وبالك مام هنا في الجزائر ياسمين الا توافقيني الراي مام هنا في الجزائر الجون ايضا يلقى صعوبات باش يوصل للهدف اللي راهو حابه سي سور بيان سور باينه هذه. كاين كل واحد يلقى في كل دومين كاين صعوبات في كل دومين كاين عراقيل كاين دي فوا يكونوا صعوبات على شكل بنادم يعرقل بنادم هو اللي يوقف لك صح يوقف لك في الطريق يعرقل لك الاخر تاعك. مي بون واحد اللي عنده هدف بين عينيه دايرو وعنده عزيمه واراده ومطراسي الخطه تاعو على بالو واش يدير ما يخافش ما يخافش ياخذ الطريق هذه ما تمشيش. المهم يبقاو لي برانسيب تاوعو هما هذا ما المهم يحافظ على المبادئ ديالو. صح ياسمين دوكا نحكيو دوكا على بوكو بلوس على الميدان الفني على الفن ديالك. دوكا عامين من اللي بديتي الموسيقى عامين من اللي بديتي الفن اكيد رانا نستناو دوكا المنتوج الاول ديالك على الاقل اغنيه ولا كليب ولا البوم وعلاش لا بالك. اسكو دابور ياسمين لقات لو ستيل اللي تغني فيه باسكو مهم بزاف للفنان باش يلقى لو ستيل تاعو. صح سي فري وي تقدر تقول لقيت لو ستيل تاعي. بوكو بليس انا من بكري نميل بزاف لي زونفون دونك خيرت باش يكون البروميير البوم تاعي بور لي زونفون ديستيني لي زونفون الدراري. انت تكتبي يكتبوا لك؟ نو يكتبوا لي كاين ناس يكتبوا لي ونتعامل مع الحمد لله زعما ملحنين كبار وكتاب يعني لاباس بيهم صافا. ولقيت شكون يعاونني في الديبي قلت لك سيتي ديفيسيل مع الاول بون لا 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 باسكو مارشي ما كاش في الجزائر اللي يغني لي زونفون صح قليل يقول لك نو ما نريسكيش قليل ما نريسكيش فوالا دونك فوالا لقيت الحمد لله شكون يعاونني شكون يدعمني وان شاء الله رانا بريباراسيون ان شاء الله نتمنى كاع التوفيق ياسمين بالقاسم ايضا اللي حاضره معنا في هذه الامسيه. لو كان نعاودوا نوليو عندك هشام دار وجديد دوكا مع المجمع الرياضي البترولي تحضر اكيد راهو المنافسات اللي راهم جايين المنافسات المقبله ما بين الفريق المجمع وما بين المنتخب الوطني. جيماجين بلي تكون كاينه بريسيون كبيره ضغط كبير على الاتليت. ماشي كيف ماشي كاع كيف باسكو ليكيب ناسيونال شغل يعني لو سول بوان سي ليكيب ناسيونال ديفوندي على يعني كيف دان كوتي باسكو علاش كي تروح دوكا مع الكلوب واش تريبريزونتي لا بروميير فوا تريبريزونتي الوطن ومن بعد يجي الكلوب الاسم تاع الكلوب فوالا. المنتخب وطن دايركتومون الشعب كلش شغل وطن الشعب كاع يتبعوا مسؤوليه واحده اخرى اكزاكتومون. مي مع الكلوب سي بروفيسيونيل راني خدامه عندهم جي با الدغوا ليغور جي فريمون با الدغوا ليغور. قلت لك تابسونتي هكذا تخلص كل واش دير تخلص. اي مع ليكيب ناسيونال عندك
اون كونكورونس كيب ناسيونال عندك منافسه باش تضمن المنصب ديالك. اكزاكتومون لازم تدي لا بلاص تاعك، شغل كاين كونكورونس، ما تقدرش تجيك وحده مشلف، وحده بليده، وحده منافسه كبيره. فوالا الوغ كو الكلوب شغل دين كوتي راحت عندهم باسكو ما سحقونا، انا سحقيتهم كما يقولوا. دونك راني شغل ماشي ضمنت شغل الحمد لله على بالي كيفاش نلعب واش راني قادره نديرهم واش راني قادره نعاونهم وكيفاش تو شغل سافا مي اونفا سي لي ميم برانسيب ا بو بري مي يا اون بتيت ديفيرونس هذه. كاين فرق صغير. ياسمين نعاود نولي لك. ياسمين بالقاسم كي تقولي لي سنين انا نسمع. تما ما كنتش تسمع في عيشه دوكا. كنت نسمع. عندك واحد يدير عديناتنا. يدير عديناتنا. انا كاين والو على ذلك. بصح انت قلت لي كي تولي ياسمين نسمع. باسكو تعرف. واش نعرف؟ ما تدخلش روحك خلاص. لا لازم قبل ما تخلص ليميسيون تقول لنا واش كاين. شوف اليوم غنفريوها بتيتي. اليوم قبل ما تخلص ليميسيون دبر راسك تقول لي واش كاين. انا تسلي ما تدخلش روحك. خلاص معليش راك حاب تغني معاها جيو واقيلا تاع الاطفال. كنت انت اطفال انت 10 سنين. هذيك هي معليش. وهي ولات تغني للاطفال. على جالك جاب لي ربي. هذه اللي كنت نحوس عليها. فقلنا شوف. لا غير نبروبوزيو لك في كليب حنا بلو طار ان شاء الله. والله غير كاش كليب ولا معاك بليزير والله سيك بليزير. ياسمين قلت لك انت دوكا خيرتي لو كرينو تاعك نقدروا نقولوا ولا خيرتي التخصص ديالك في الاغنيه اللي هو الاطفال. مام الاغنيه المشرقيه تبقى في قلبك ثاني باسكو انت عندك تميلي بوكو بلوس للطابع المشرقي. اسكو التخصص تاعك في الميدان تاع الاطفال في الجانب تاع الاطفال الاغنيه الموجهه للطفل ما راحش يمنعك بالك ولا يمنعك باش يكونوا كاينين بالك بعض الاعمال اون باراليل؟ ما يقدرش يمنعك، كل حاجه في بلاصتها. بون هذا خديته كم تخصص باسكو بوكو بليس نلقى روحي فيه للاطفال لي زونفون، وبوكو بليس ثاني لقيت بلي ثاني الخامه الصوتيه تاعي النوعيه تاع صوتي لقيت بلي لي زونفون شغل كي يسمعوها يتقبلوها فوالا باسكو كاين خامات صوتيه شابين بصح ماشي مخصصه لي زونفون شغل ما يتقبلوهاش الدراري باسكو درت ديجا بوبليسيتي ما نقدرش نقول منتوج وشنو هو. لا تقوليناش المنتوج. لا باينه هذا. كانت ثاني اغنيه خاصك بور لي زونفون ثاني وتقبلوها بزاف مشات بزاف فوالا عليها اللي زدت تاكد. نقدروا تسمعينا اكابيلا مقطع هكذا اكابيلا بالك تاع واش خيري لنا مقطع انت اكابيلا موجه بالك للاطفال الدراري ولا اباك هذه ما قلتليش عليها. هذه ما قلتليش عليها. هذه واش حبيتي؟ هذه ما قلتليش عليها. هذا ديال بيتيتي. هذا بيتيتي مسكين طفل صغير 10 سنين بيتيتي في عمره. هذيك هي. غني لي راه ولا اي مقطع والله غير تغني لي راه خلاص نغنوا اغنيه تاع تغنيني هو تاع ميكي كنت نغنيها بزاف هي كنت اللي هو هذيك بالك الاغنيه الاولى اللي غنيتها في حياتي اللي هو في المسجد ماجد هذا دين جديد. لا شكرتي الماجد. لا تعريمي. تفضلي. هيا أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكين تضحك الحياة تزهر الأمال في دروبنا نحس بالأمان أمي نبض قلبي نبع الحنان. ميرسي. يعطيك الصحة ياسمين. مادام حكينا على الأغنية المشرقية بيتيتي واش؟ عجبتني عندها صوتها شتي صح؟ انت ما كان صوتها ماشي شباب تقول بلي عجبتني. علاش؟
دابا حكينا على الموسيقى، على الاغنيه المشرقيه والموسيقى المشرقيه، نروح نتابعوا كليب، لو كليب عظمه على عظمه اللي كانوا غناوه مجموعه من الفنانين شباب العرب. وفي هذا الكليب كانوا غناو على ابرز الاسماء الفنيه العربيه. من بين ابرز الاسماء الجزائريه كانت حاضره كاين المرحومه ورده الجزائريه والفنان ايضا درياسه ربي يطول في عمره. نروح نشوفوا الكليب عظمه على عظمه ونعاودوا نشوفوا الكليب عظمه على عظمه ونعاودوا نوليو.
كان هذا الكليب عظمه على عظمه لابرز لبعض المغنيين الشباب العرب اللي كانوا يتكلموا على ابرز الاسماء الفنيه العربيه الكبيره كما الاسماء الجزائريه، ورده الجزائريه والدرياسه ايضا، والعديد ايضا من الاسماء اللي كانت حاضره في هذه الاغنيه. وهذا عند عبد الرحمن، عند موسى مداغ، عفوا موسى، انت راك متواجد بالامارات العربيه المتحده دركا، كنت طلعت منها من الجزائر. الحاجه المهمه اللي حبيت نتكلمها معك واللي كنا اكتشفناها في الكتاب ديالك ايضا هي انه انت ما جبتش البكالوريا ديالك في سنه 2005. بالك بزاف لي جون ما يجيبش الباك اللي كيحبس القرايه يفشل، ولكن انت منا كان عندك بالك ديفي ولا تحدي واحد اخر باش تروح تلقى طريق واحد اخرى. صح، بارك الله فيك. انا كي ما جبتش الباك صراحه يعني كاي مراهق جزائري ولا عالمي تلاقي نفسك دور بين الحيوط. ومن بعد الحمد لله يعني وقفت الاهل معايا ما خلونيش. يعني اخي مثلا هو اللي كان يدعمني اني نروح ندير ستاج، ما تقعدش انت في يعني انا اصبحت وليت نروح نبيع في المارشيات، ويعني لو تبعت الطريقه هذيك ما تربح لا دراهم ما تربح لا الكارير تاعك. فالحمد لله درت ستاج، يعني بالحظ رحت عملت ستاج في السياحه، ادمينستراسيون اتوليير. يعني دبي انا اخترتها لثلاث حاجات. يعني اول شيء انها نصيحه والدي، ثاني شيء انها لقيت فيها انه فيها سهوله انك تتاقلم، فيها سهوله من بلاد مسلمه، بلاد عربيه، بلاد تدعم المواهب، بلاد ناجحه، بلاد تاع السياحه اللي انا متخصص فيها. ثالثا واهم شيء انه الفيزا تاعها سهله. واش خصك في دبي؟ مكتوب في الكتاب هو الصح الاهل الهوى تاع بلادك. احنا بلادنا جنه، ولكن مهما يكون تتوحش ناكو تلعب انت كره قدم مع ولاد حومتك في التراب. تتوحش حاجات يعني ما تلقاهمش انت مثلا في ايام العيد. انا ما تلقاهاش بالسهله، كيما اللي انت باك ما لقيتهاش بالسهله هنا ما لقيتهاش بالسهل لهيه. بالطبع انا نعطيك امثله. الصعوبات تكون بالطبع انا امثله فقط اللي حطيتها في الكتاب، انه ايام فرح ولا قرح. يعني انت مثلا في الغربه ومات لا قدر الله واحد مع عائلتك، تحس قلبك يتقطع وانت ماشي قادر تحبط مثلا لظروف. انا اقل دبي ممكن ننزل في ناس في فرنسا ولا في اوروبا من غير اوراق، انا نحس بهم توحش حاجات ما كاشهم. فهذا كل شيء، هذا الاحساس، المال يعني والراحه اللي لقيتها تم بالك ما يخلفهمش. يعطيك الصحة موسى، يعطيك الصحة موسى. الحاجة الأخرى قبل ما نختموا مع ضيوفنا ومعاك أنت أيضا، بالك وشنو هو الميساج ولا الرسالة اللي توجهها أنت لي جون كاع سواء اللي راهو هنا ولا اللي راهو هنا؟ بارك الله فيك. هي النصيحة، هو الكتاب ليس لا يحرض على الهجرة ولا فكرة عشان يسهل الناس تهجر. الكتاب هو بس هو لبث الأمل في الشباب، إنه يا ناس ما تتعبوش. أنا لأنه إحنا معروفين في الجزائر، ولا واحد يقول لك انا فقير نبقى فقير، ولا انا مثلا موظف نبقى موظف. هذاك واش كتبني ربي. بارك الله فيك. لا ممكن انت تغير الحاله تاعك. يعني وين توصل انت ما يحددوش منين تبدا، يحددوا الى راح تبدا ولا لا. فهذا حبيت نقول للشباب انه احنا عارفين كاين صعوبات، كاين مشاكل، كاين بزاف حاجات، بصح الفحل والراجل يتعداهم، ومن شيم الجزائري انه يتعداهم. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة موسى مداغي في الاكسبيرونس هذه بزاف شابة. انا عجبتني تاع واحد اللي ما عنده حتى علاقة بالكتابة، ان جون حب يوصل رسالة لي جون، دار كتاب بلال، هو ما عندوش علاقة بالكتابة، ما راهو لا كاتب، ما دار دراسات في هذا الميدان، ما والو. كي تقراوا الكتاب نقرا لكم باك مقطع يكتب في 2005 ما هكذا بالطريقة هذه، ما جبتش الباك في الجزائر كي ما جبتش الباك، كي اللي خلصت حياتي واللي جابوا الباك من صحابي يبانوا لي بلي دخلوا الجنه، تبريزيت وحبست القرايه، بابا كان في فرنسا، يعني بهذه الطريقه. في الحاله كيما هذه شنو يقصر معاك في الحومه؟ اكزاكتومون. في حاله كيما هذه تخليك يعطيك لونفي باش تقرا الكتاب. يعني كي تكون بالدارجه هكذا كلمه زوج تبرونشيلو فوالا. كاين ثاني نقطه واحده اخرى، مادام هو راهو في الغربه في دبي وجنسيات بزاف، بالك كي يشروا الكتاب بالك من هذا الكتاب يتعلموا اللهجه تاعنا، نقدروا نوصلوا اللهجه تاعنا. هذه نقطة مهمة، لأنه أنا كتاب كتبته بالدارجة، بعد كان حصلت داروا واحد الفيديو، واحد الاكسبيريونس داروها ما هي أصعب اللهجات، كلاسات اللهجة الجزائرية من أصعب اللهجات. نفهموها غير حنا اللهجة تاعنا يعني ما كاينش كيفاش. ما أنا نقول لك حاجة، الكتاب تاعي قراه سفير تاع الإمارات وعيط لي وافتخر بها، قال لي موسى فهمت كلمة بكلمة. صافي بليزير يا أخي، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.
يعطيك الصحة موسى، شكرا جزيلا اللي كنت حاضر معنا، ميرسي بوكو. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك. نشكر ايضا اللي كانت حاضره معنا من زمات عائشه لاعبة المنتخب الوطني الجزائري لكرة الطائرة والمجمع الرياضي البترولي. ميرسي. شكرا جزيلا على الحضور ديالك عائشه، ونتمنى لك كاع التوفيق ايضا في المسيره ديالك. ان شاء الله. ميرسي. بالك رساله الاخر ولا ميساج اللي حبيتي تجوزيه الانصار تاع المنتخب الوطني تاع جي اس بي ولا كاع لي جون الجزائريين اللي يمارسوا الرياضات من غير كره القدم، باسكو عبالنا بلي في الجزائر الناس كاع يتبعوا الفوت، مي الرياضات الاخرى ايضا راهي تمثل الجزائر. ديجا ما تخليوش قرايتكم على سبور، هذه سي لا بروميير دي شوز، باسكو سبور ان مومون دوني يحبس. من القرايه تكمل. القرايه تكمل تلقاها ابخي، مي شغل تلقى الخدمه ابخي. مي فوالا بار لو فوت شغل ليا دوطخ ديسيبلين وملاح فريمون ملاح كيما لاتليتيزم، باسكو تلقى اون سيغتان تلقى واحد باسكو سي ان سبور كيما يقول ريسبونسابيليتي كيما لاتليتيزم، راكم تعرفوا كاع توفيق مخلوفي كيما الياس مقدل يانا شحال ميلود رحماني، تما سي دي سبور وين ريسبونسابل بين انت وروحك. شغل كاين بزاف لي سبور ابار لو فوت، كاين ناتاسيون، كاين بزاف، كاين جودو، كاين بزاف رياضات وملاح بور لا سونتي مليحه. دونك بونسي يعني ديروا يعطيك الصحه ان سبور وي بون كوراج ميرسي. ميرسي شكرا جزيلا عائشه. نختم ايضا مع ضيفتنا ياسمين بالقاسم. ياسمين يعطيك الصحه على الحضور. الله يسلمك يعيشك. نستناوك تولي ان شاء الله كي يوجد الالبوم، وعلاش لا بيان سور ان شاء الله افيك بليزير. يعطيكم الصحه ديجا على لانفيتاسيون، وميرسي على اللمه الشابه هذه الانرجيات المليحه، وميرسي زيد لي يعني هنا انا جاي لك انت، انا جاي لك ياسمين. واش دير واحد باش تختمي لنا انت ليميسيون باكابيلا؟ خير لنا مقطع واحد اخر اكابيلا تختمي به البرنامج. بلال خلي بيتي يخير دوك بيتي يخير. بلال يعطيك الصحه. ميرسي الله بوكو. يسلمك. ميرسي يوسف. نتمنى التوفيق لضيوفنا الكرام، وتحيه خاصه للمشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا، ونقول لهم ثاني نصيحه، اللي يكون حاب يدير حاجه لازم يبدا، لازم يحلع، لازم تبدا دير برومي با، دير بروميير كيما نقولوا، ومن بعد دوزيام تروازيام هذوك يجوا بالعقل. المهم دير برومي با. يعطيك الصحه بلال. بيتيتشي شوف بيتيتشي دوكا قبل ما نختموا ما تقول لي والو، واش حكايتها هذه مع ياسمين؟ هذه هبلتها اليوم، قلنا واش كاين يا خويا؟ تنوسوس على ذلك والله غير نوسوس انت، انا نقصر واش بيك والله غير سعزيت لي الشك. باسكو انت وسوستو. لا هو اللي نوسوس، راح داوي شريكي والله. واش راك حاب تغني لك دوكا ياسمين؟ غني لي تاع هذيك تاع حديدي تاع حديدي هذيك حبيبي ولي لي عمريتي يا عمري وغير يخلط تاع الاطفال. عندها لي شونسون تاع الاطفال، تاع الاطفال لي زونفون بيتيتي، وانت حاجه كبيره عليك هذه. شتك شحال يدخل روحو، حبي يدخل روحو. يعطيك الصحة. هاي نخدموا معكم البرنامج. قبل تحية تاع كاع الطاقم اللي خدمكم في هذه الأمسية، فريق الإعداد زميلنا محسن بوزرطة كان على رأس البرنامج، بلا ما نساو فريق التنسيق ناول بالجلالي، أسماء الناس زميلنا حليم طير وكريم بايت، على رأسهم المخرج سمير آيت لامارا. تهلاو في روحكم، نتلاقاو الأسبوع المقبل دائما عبر قنوات التلفزيون الجزائري. تهلاو في روحكم، قال آخر. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه. لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حبي 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 اللي انت جايني تقول عليه. من أجلك عشنا